تير شتيجن يفاجئ برشلونة بحركة خبيثة جدا ويعلن اصابته قبل اعلان النادي. تير شتيجن ده ابو الكباتن ما طلعش سهل ابدا، وابن الذين لعبها صح وممكن يكون خدع برشلونة في خطوة غريبة ومفاجئة. تير شتيجن خان ثقة برشلونة واعلن انه هيغيب 3 شهور بسبب جراحة في الظهر. كل ده حلو ابو الكباتن، لكن الغريب عدم اعلان النادي باي شيء رسمي. طيب ليه؟ لان ال3 شهور دول ما ينفعوش مع برشلونة انه يسجل بديل. اظن انت كده بدأت تفهم شوية. انا هقول لك ايه دلوقتي، ركز في دي قوي بقى ابو الكباتن. قوانين الليجا بتقول لازم اللاعب يغيب 4 شهور على الاقل علشان النادي يسجل مكانه لاعب جديد وياخد 80% من راتبه. تير شتيجن قال لك انتوا هتبيعوني وهتسجلوا لاعب مكاني وهتستخدموا ال 80% من راتبي؟ لا يا باشا، انا هغيب 3 شهور بس. المفاجاه ان برشلونه كان عاوز يسجل مكانه الحارس خوان جارسيا. هم اكيد هيلاقوا حل تاني علشان يسجلوه، ولكن انا بقول لك اللي كان مخطط له. لكن اعلان تير شتيجن المفاجئ خرب الخطه كلها على برشلونه. فهل ده حركه ذكيه من اللاعب ولا هي صدفه عجيبه؟ الجمهور دلوقتي يا ابو الكباتن منقسم، في ناس شايفاه انه بيلعبها صح وبيدافع عن نفسه، وناس تانية شايفه انه خان ثقه برشلونه. القرار دلوقتي بايد رابطه الليجا، ولو ما وافقتش فبرشلونه هيكون في ورطه كبيره في الميركاتو.